ولو تزحزحت الأرض، من كتاب الله يسدد احتياجي للأمان. دكتور أماني ألبرت. ما أروع الكلمات اللي كتبوها وعاشوها، كلمات تطمن كل قلب خايف وتملاه بسلام. الكلمات دي بتقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. وبيقول الكاتب إن أول ما تقرأ الكلمات دي، أول انطباع هيجي في ذهنك إن اللي كتبوها اتربوا تربية نفسية سليمة مع أب وأم محبين ملوهم بالأمان وعدم الخوف من الحياة. لكن المفاجأة إن بني قورح هم اللي كتبوا الكلمات دي، وبني قورح فقدوا أبوهم وهم صغيرين في السن، وبسبب اللي عملوا أبوهم سبب عار لعيلتهم، وكمان اتعرضوا لصدمة رهيبة بسبب الرعب اللي شافوه بعينيهم لما الأرض انشقت وبلعت أبوهم. لكن نلاقيهم رغم كده كتبوا: لا نخشى ولا نتزعزع ولو تزحزحت الأرض. إزاي يتعرض شخص لكل الظروف دي في نفس الوقت ويبقى مليان بالأمان؟ يا ترى مين بني قورح وإيه اللي حصل معاهم؟ قال الكاتب إن قورح كان من بني قهات من سبط لاوي، وابتدت الحكاية لما قورح اتمرد على موسى مع دثان وأبيرام، ونجحوا إنهم يجذبوا 250 من قادة إسرائيل لصفهم، وحمسوا الشعب للانقلاب ضد موسى وهارون. ورغم الامتيازات اللي كان بيتمتع بيها قورح وعيلته بحملهم أكتر الحاجات أهمية في خيمة الاجتماع زي تابوت العهد والمائدة والمنارة، إلا إنه فكر ليه ما يقودش الشعب زي موسى. وكانت نتيجة تمرد قورح ودثان وأبيرام إن الأرض انشقت وبلعتهم، فنزل دثان وأبيرام بعائلاتهم وبكل حاجة يمتلكوها، ونزل قورح بدون عيلته لأنهم كانوا أصغر من السن المحدد للخدمة في خدمة الاجتماع وما اشتركوش في الأمر ده. والكتاب قال في عدد 26:11: وأما بنو قورح فلم يموتوا. حادثة موت أبوهم المرعبة وهم صغيرين في السن كانت قادرة تنزع الأمان من أعماقهم، وقادرة تخلق نوع من الغضب جواهم تجاه الله لأنه سمح بموت أبوهم بالطريقة المرعبة دي. ويمكن مشهد الأرض اللي انشقت تتعلق بذهنهم وتسبب لهم رعب وقلق وتهديد إن الأمر ده يتكرر تاني. لكن الأمر العجيب إن بنو قورح حبوا الرب جدا وكملوا خدمته، وكتبوا تقريبا 25 مزمور مليانة بالشكر والعرفان لربنا. وسأل الكاتب: يا ترى إيه سبب إنهم ما تأثروش بحادثة الماضي المؤلمة؟ وإيه سبب إحساسهم بالأمان في ربنا؟ السبب الوحيد إنهم لما مروا بالوقت المؤلم ده دخلوا المقادس، جريوا على ربنا، قعدوا قدامه، سمحوا ليه يلمس قلبهم وذهنهم، فأدركوا إن الله عادل وأبوهم أخطأ واستحق العقاب، لكن كمان الله رحيم فما سمحش بموتهم رغم غلطة أبوهم. الإعلان ده ملاهم بالثقة في حب الله وفي رحمته وفي حمايته، فرحمته مستمرة زي ما أنقذتهم من الموت تقدر تنقذهم من أي خطر هيواجههم في حياتهم الجاية، ورحمته مرتبطة بأمانته. رغم إن هم فقدوا أبوهم الأرضي، لكن تمتعوا بدفء العلاقة مع أبوهم السماوي اللي شفى أعماقهم ونور ذهنهم، فلمسوا حبه وعدله ورحمته، فكتبوا: الله لنا ملجأ وقوة، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض. مهما كان اللي مريت بيه صعب ومؤلم، يمكن تكون لومت ربنا وشكيت في صلاحه ومحبته، لكن اتأمل في اللي حصل مع بني قورح وادخل لمحضر ربنا، حكيله عن ألمك وسيبه يعلن ليك عن حبه وصلاحه ورحمته، ويلمس أعماقك ويشفي جرحك، فتهتف: الله ملجئي وقوتي، عونا في الضيق وجد شديدا. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.